ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبدأ مع بعض أول سيشن في CSS. CSS دي واحدة من الحاجات اللي بتخلي صفحات الويب بشكلها جميل كده ومنظم. احنا خدنا باختصار ال HTML وقلنا ده الهيكل بتاع الموقع بتاعنا، فاحنا النهارده هنبدأ في CSS. وال CSS دي هي خلاص اللي بتصمم الموقع بتاعي، بتديله اللون، الخط، المسافات بتاعتي، الباك جراوندز، كل حاجة ليها علاقة بالشكل اللي احنا هنقدر نستخدم فيها ال CSS. طب أول حاجة، تمام، حابب أقول لكم إن التركيب بتاع الجملة في ال CSS أو الsyntax في ال CSS بيتكون من 3 حاجات رئيسية، ألا وهما الselector. تمام، إحنا خلينا مثلًا نكتب أحسن الselector والproperty والvalue. طب إيه هُم دُول؟ طب ماشي، الselector ده اللي هو الحاجة اللي أنا بانادم بيها بالHTML، وهنعرف إيه هي أنواع الselector كمان شوية. طب الproperty دي الخاصية اللي أنا باتغيّرها، اللي أنا عايز أغيّرها، يعني مثلًا أنا عايز أغيّر لون فأنا هاكتب هنا color، عايز أغيّر مثلًا الbackground بتاعتي فأنا هاكتب background color، عايز أغيّر نوع الخط فأنا هاكتب font family. يعني دي الخاصية اللي أنا هاغيّر بيها، تمام، ده مكان الخاصية. طب الvalue دي القيمة اللي أنا هاغيّر بيها الخاصية، يعني دي القيمة اللي أنا هادّيها للخاصية، بمعنى أنا هنا عايز أغيّر لون فمعناها إن هي color. الخاصية بتاعتي color. طب قيمة الcolor إيه؟ red، blue، green كده يعني، تمام؟ يبقى إيه هُم الحاجات الأساسية الselector property value. طب هُم بيكون شكلهم إزاي؟ الإيضاح برضه إن هي دي بتكون ما بين curly brackets، ودول كده بيكونوا جوّه الcurly bracket، وما بين الproperty والvalue بيكون اللي هي نقطتين فوق بعض، وفي الآخر بعد الvalue باعمل semicolon، وفي الآخر وبعد كده أقدر أكتب property وvalue كمان حسب بقى الdesign اللي أنا عايز أعمله للselector ده إيه، تمام؟ أنا selector وproperty value دي مش أسماء أنا باكتبها، دي هي الأسماء اللي بتشرح الحاجة جواها. يعني بمعنى أنا الselector دي الحاجة اللي أنا هانادي بيها بالHTML. يعني على سبيل المثال هناخد كمان شوية مثال، أنا عايز أغيّر الH1 بتاعي في الHTML، فأنا هانادي هنا مكان الselector هاكتب H1، ده نوع من أنواع الselector اسمه إن أنا أقدر أنادي بالtag. بس يبقى إحنا بس عايزين نعرف إن الselector ده هو العنصر اللي عايز أغيّر شكله، الproperty دي الخاصية اللي أنا باغيّرها، الvalue دي القيمة اللي أنا هادّيها للخاصية ديّة. نرجع بقى، إحنا هناخد مثال على سبيل المثال يعني، والّا قبل ما ناخد مثال إحنا هنشرح إيه ال3 طُرق اللي أنا أقدر أكتب بيهم الCSS. فأنا هنا عندي types of CSS، عندي 3 طُرق أقدر أكتب بيهم CSS وأعدّل على الHTML. أول نوع هو الinline CSS، تاني نوع هو الinternal CSS، بعد كده الexternal. يبقى عندي 3 أنواع inline وinternal وexternal. طب إيه الفرق؟ أول نوع اللي هو الinline دوّة إحنا بنكتب خلاص جوّه الbody، فأنا على سبيل المثال هاعمل H1، والH1 دي مثلًا هاكتب عليها welcome. ماشي، كلمة welcome ديّة أنا عايز أعدّل عليها في الCSS. فأول نوع اللي هو الinline فهو معناه اللي هو على الخط، يعني إن أنا أمسك كل خط في الHTML أدّي له style معيّن. طب ده بيكون عبارة عن إزاي بيتعمل؟ هو عبارة عن attribute بيتكتب جوّه التاجة، فأنا الattribute بتاعي اسمه style equal double quotation، ده كده الattribute بتاعي. مش عارف إيه الغلط. تمام، فأنا هنا المفروض هادّي له حاجتين، الproperty والvalue بتاعتي. الproperty على سبيل المثال اسمها color، والvalue بتاعي على سبيل المثال اسمها red. وبنفس الشكل أدي الproperty نقطتين فوق بعض، وأدي الvalue وبعد كده الsemicolon. بس إحنا كتبناها بطريقة الinline، فإحنا هنروح هنا نعمل refresh.
بقيت إيه كلمة welcome باللون الأحمر. طب هل أنا ينفع أقدر أعمل أكتر من style جواها؟ أنا مثلًا ممكن عايز أخلّي الbackground color بتاعي مثلًا باللون ده، بقيت الbackground بتاعتي باللون دوّة. أنا أقدر أدّي style أكتر من style لنفس الtag أو لنفس العنصر، عن طريق اللي أنا بعد كل value بادّي الsemicolon بتاعتي، وقُلنا ده عبارة عن الproperty بتاعي، وده عبارة عن الvalue. طب أنا لو عندي هنا لو خدنا بالنا الproperty ده هو عبارة عن اسمين، لو عندي في الCSS اسمين تمام، إحنا بنفصل ما بينهم بdash عشان يفهم إن دي خاصية واحدة property واحد، لكن أنا لو مسحت دي كده هو فاهم إن ده property وده property، فهو مش هيشوفها إن هو ده غلط أساسًا، هي دي كلمة أساسًا على بعض. فأنا لو عندي كلمتين في الCSS بيبقى بينهم dash. طيب ماشي، أنا عرفنا أول نوع اللي هو النوع الinline، نيجي لتاني نوع اللي هو النوع الinternal. الinternal دوّة أنا مثلًا هاروح أمسح خلاص هنا الdesign دوّة، ألاقيه اتمسح معانا الdesign. الinternal بقى الCSS دوّة هو عبارة عن اللي أنا باروح للhead واكتب tag اسمها style، دي ليها open tag وclose tag، وباعمل الdesign بتاعي. أنا دلوقتي قُلنا أي حاجة رئيسية في الCSS هُم ال3 حاجات الselector والproperty والvalue، فأنا عايز أنادم على H1 فهاروح هنا في الstyle جوّه الstyle هنا، والstyle دي قُلنا جوّه الhead، هانادم على الH1 وأعمل curly brackets، وكده ندمت على الH1. أنا H1 عايز أدّيك إيه، عايز أخلّيك إن الcolor بتاعك red، فأنا هنا ندمت على H1 بالطريقة الinternal واديته اللي هو الcolor red، هارجع هالاقي إن الcolor بقِت red، وأقدر أدّي برضه أكتر من design. على سبيل المثال background yellow، هنا برضه نفّذت وعلى حسب بقى الdesign اللي أنا عايزه هاعمل فيه إيه. أنا أهم حاجة بس نفهم إن الCSS الsyntax بتاعته أو اللي هو طريقة الكتابة بتاعتها إن أنا عبارة عن selector، والselector ده الحاجة اللي أنا باناديها في الHTML، وأقدر أنادي بأكتر من حاجة. أول نوع عندي عرفناه اللي هو أنا أقدر أنادي بالإيه باسم الtag ماشي. طب وجوّه عبارة عن حاجتين الproperty بتاعي والvalue، الproperty دي الخاصية والvalue دي القيمة اللي هادّيها للخاصية. طب تمام ماشي، وعرفنا إن هي ما بين الproperty والvalue اللي هي نقطتين فوق بعض وفي الآخر بافصل بsemicolon. طيب ماشي كده إحنا عرفنا أول طريقتين، الطريقة الonline والطريقة الinternal. طب إيه أفضل طريقة؟ أفضل طريقة اللي إحنا لسه هنشرحها اللي هي الexternal. الexternal دي عبارة عن file جديد أنا باعمله يكون خاص بالCSS، فأنا هاسميه على سبيل المثال style dot CSS زي ما إحنا سمينا الindex، زي ما سمينا الHTML إن هي dot HTML، الCSS برضه آخرها الextension بتاعتها dot CSS، وأعمل save. طب تمام ماشي، أنا هنا لو رُحت مسحت هنا، نكبر بس دي شوية ماشي، لو رُحت مسحت خلاص الطريقة الinternal وأروح للطريقة الstyle ماشي، هاروح أنادم على الH1 المفروض اللي موجود في HTML وهادّي له الcolor red، فهو المفروض هنا يبقى لونه red. ليه ما ادّاش لون red؟ لإن الطريقة ديّة عشان تسمّع لازم تكون في link في الhead بحيث إن الfile بتاع الHTML يشوف الfile بتاع الCSS. هو دلوقتي ده file وده file، فإزاي الfile الCSS هيشوف الحاجات اللي عايز يعدلها على الHTML؟ لازم يكون في حاجة تربطهم، فالحاجة اللي بتربطهم هي إيه؟ باروح لتاجة الhead باكتب حاجة اسمها link rel attribute اسمه rel equal double quotation style sheet تمام. بعد كده href، وقلنا href دي شرحناها في الanchor tag اللي هي التاجة بتاعة الlink، قُلنا دي اللي باحُط جواها المسار اللي أنا عايز أروح عليه تمام. لمّا ساعتها شرحناها على الlink فإحنا قُلنا لو أنا عايز أروح على link بتاع أمازون، فأنا باروح أجيب link أمازون أحُطّه جوّه الhref، فأنا كده معناها لمّا أدوس على كلمة أمازون هيروح ينادي على الhref يدوس على الlink بتاعها يورّيني يعني إيه أمازون. طب أنا هنا هاعمل إيه؟ هنا دلوقتي الlink للstyle sheet هنا دي خاصة باللي هي الCSS، والhref ديّة معناها إن أنا هنا هاروح هاجيب الاسم بتاع الملف. طب أنا دلوقتي أنا عامل folder اسمه يوتيوب تمام، والfolder ده
جواه 2 فايل index HTML وstyle CSS، فالاتنين folder دول جنب بعض، فالاتنين دول يقدروا يشوفوا بعض بسهولة باسم الفايل لو هُم في نفس الfolder. فأنا هاكتب يا دوبك اسم الفايل .css. لكن فيما بعد إحنا هنعمل folder اسمه يوتيوب على سبيل المثال، وfolder تاني اسمه HTML، وfolder اسمه CSS، وجوه الfolder بتاع الHTML في الفايلات الHTML. فأنا ساعتها هاروح أجيب المسار إزاي؟ باروح أعمل ساعتها slash وأجيب الفايل اللي جوّه. يعني أنا لو عايز أجيب فايل من جوّه folder، فأنا باعمل slash يدخّلني الfolder الأول، بعد كده يدخّلني أشوف أسامي الفايلات. هنعرف الكلام دوّة لمّا نيجي على project جامد يعني كمان شوية، ونستخدم أكتر من فايل HTML وأكتر من فايل CSS، وإزاي نشوف الملفات جوّه بعض. بس حاليًا الاتنين دُولة جوّه نفس الfolder، هم نفس الfolder يعني، فالاتنين يقدروا يشوفوا بعض بالاسم بس. فأنا هنا رُحت للHTML وباقول له HTML أنت في هنا مسار، المسار دوّة بيربطك بالstyle اللي هو الfile بتاع الstyle. فأنا دلوقتي محتاج أدّي له الاسم بتاع الfile الstyle، فأنا بادّيه له في الhref. فأنا دلوقتي لمّا هاروح أنا دلوقتي check أنا كاتب الكود تمام، وبانادي على H1 تمام، فأنا المفروض أروح ألاقي اللون اتغيّر. يبقى أهم حاجة في النوع التالت اللي هو الexternal، اللي هو ده أحسن نوع، إن هو بيفصل لي الحاجات بتاعة الHTML عن الحاجات بتاعة الCSS وبيخلّي الكود منظم. إن أنا أربط الفايلين ببعض عن طريق السطر دوّة link للstyle sheet والhref، وأحط اسم الفايل اللي أنا عايز أعدل بيه بالCSS. تمام، ماشي. نيجي بعد كده لتالت حاجة. يبقى إحنا كده أول حاجة خدنا إيه هي الsyntax بتاعة الCSS، قُلنا بتتكوّن من الselector، وجوّه الselector في حاجتين الproperty والvalue. وبعد كده خدنا تاني حاجة إيه هي الطرق اللي أقدر باكتب بيها الCSS. خدنا 3 أنواع، الطريقة الinline والطريقة الinternal والطريقة الexternal، وقُلنا الفرق ما بين ال3. نيجي لتالت حاجة ألا وهي إيه هي الطرق أو إيه هي الselectors بقى. إحنا خدنا إن الselectors اللي هي الحاجة اللي بتتكتب هنا، الحاجة اللي أنا بانادم بيها. في 3 أنواع أو ممكن نقول 4. تمام. أول نوع اللي هو أنا أقدر أنادم باسم الtag، يعني أنا لو هنا عندي tag h1 أقدر أنادم بيه على طول. عندي tag اسمها b مثلًا، وعلى سبيل المثال آمم أنا هاخلّيها لونين. تمام. على سبيل المثال إن الtag ديّة أنا عايز أخلّي اللون بتاعها أبيض والbackground سودا. فأنا هاروح هنا أروح أنادم باسم الtag اللي هي الb، وأعمل curly brackets وأدّيها color. وقُلنا الcolor دي هي property خاصة باللون، هنشرحها ممكن كمان قدام. بس إحنا دلوقتي بندي خلفية أو intro عن الCSS، وهاعمل background color black. فأنا هنا أروح أعمل الcolor بتاع الكلام أبيض والbackground سودا. فأنا كده قدرت إن أنا أنادي باسم الtag. فده أول نوع عندي اللي أنا من أنواع الselector اللي هي الtags، اللي أنا أقدر أنادي باسم الtag، يبقى اسمها tag selector، يعني الاسم المباشر بتاع الtag أقدر أنادم بيه. طب إيه النوع التاني؟ على سبيل المثال أنا عندي نفس الb ديّة مرّتين. تمام، بس أنا عايز الB ديّة يكون ليها style والB دي يكون ليها style. فساعتها إحنا خدنا حاجتين لمّا كنا بنشرح HTML. إيه هُم الحاجتين دُولة؟ هُم نوعين خدناهم في الHTML، هي الclass والID. الclass قُلنا دوّة الحاجة اللي أنا أقدر أكرر الاسم أكتر من مرّة، لكن الID الاسم بتاعه ما يتكررش أكتر من مرّة، ودي بتكون حاجة unique في الموقع بتاعي. طب ماشي، أنا دلوقتي عايز أخلّي ده style، الtag دي style والtag دي style. أعمل إيه؟ باروح أدّي للB دوّة class على سبيل المثال text1. ماشي، وهنا هاروح أدّي له class text2. ماشي. طب أنا دلوقتي أدّي ده إزاي ده style وده إزاي style؟ فإحنا لمّا نيجي ننادم على الclass بنعمل إيه؟ زي ما قُلنا بنعمل dot واسم الclass اللي إحنا سميناه. فأنا من هنا مسميه text1. تمام. فهنا text1 اللي هو أول نوع دوّة أنا عايز أخلّي الbackground بتاعتي background color أخلّيها على سبيل المثال اللي هو اللون دوّة، والcolor بتاعي
يكون لونه black. ماشي. فإحنا كده عندنا اللون background باللون دوّة اللون باللون الأسود. فالاتنين الاتنين لو لاحظنا الاتنين تاجة B، بس واحد أنا خلّيته باسم class text1 عشان أقدر أتحكّم فيه براحتي، والتاني text2. هو text2 دوّة هو أنا لسه ما عدّلتش فيه هنا، فهو الافتراضي بتاعه هو راح ندم على الB، شاف اللي هي الB ديّة وخلّاها white and black، الكلام white والbackground black. بس لمّا هاجي أcustomize عليها بالclass بقى، فهو هيشوف آخر حاجة اتعملت واللي هي ليها أولوية، لأن الclass زي ما قُلنا في فيديو الHTML لمّا كنا بنشرح الclass والID، إن الclass ليه أولوية أكبر عن ال الtag، والID ليه أولوية عن الclass والtag بالترتيب كده، يبقى الأعلى أولوية الID، بعد كده يليه الclass، بعد كده يليه الtag. فأنا دلوقتي رُحت على الtag لقيت ليها class، فأنا باروح أنفّذ الclass الأول. تمام، هادّي له مثلًا background blue والtext والcolor white. هو المفروض يعمل إيه؟ هو المفروض هنا كان دي تتغيّر تمام باللون الأزرق، نيجي بس نشوف إحنا عملنا إيه غلط. اسم الclass هو اسم الclass text2 مش to text sorry. تمام. فأنا دلوقتي هو ليه أولوية الclass عن الtag، فهو راح نفّذ إيه، راح نفّذ الclass بتاعي. تمام، ماشي، يبقى إحنا كده خلاص دي نمسح ما لهاش لازمة، إن هي مش هتتنفّذ أصلًا. فدي تاني نوع من أنواع الselector إن أنا أقدر أنادي بالclass بتاعي. وفهمنا إيه فايدة الclass، إن الclass لو عندي برضه أكتر من tag بنفس الاسم، فأنا أقدر أcustomize الحاجة بتاعتي براحتي يعني بالطريقة ديّة. طب ماشي، يبقى إحنا كده خدنا نوع تاني من أنواع الselector. يبقى خدنا النوع الأول اللي هو إن أنا أقدر أنادي بالtag، تاني نوع إن أنا أقدر أنادي بالclass. لو حد مركّز يبقى تالت نوع هننادم بالID. لو أنا على سبيل المثال ادّيت للH1 ديّة ID، فأنا هاروح أعمل ID equal وهاسميه مثلًا heading أو head. تمام، هاروح هنا أنا دلوقتي كاتب H1 عاملها welcome، فأنا بس لو رُحت بقى ناديت بالID مع إن أنا منادم على الH1 الأول باسم الtag، بس لو رُحت ناديت على الcolor ده وخلّيته على سبيل المثال لونه blue، هو المفروض لونه إيه دلوقتي؟ لون الred اللي أنا مناديه، بس لو رُحت خلّيته blue هو المفروض دلوقتي يبقى blue. ليه blue؟ عشان قُلنا الpriority الأولوية الأكتر للID، فهو هينفّذ الID عن ما ينفّذ الtag، عن الاتنين في نفس السطر. يعني أنا مغيّر للH1 ومغيّر للID، بس مين اللي ليه أولوية أكتر؟ الID. حتى لو إحنا رُحنا عملنا كده عشان ما حدّش يقول إن دي اتكتبت الأول، شايفين؟ أنا دلوقتي كتبت ديّة وبعد كده كتبت ديّة، دي آخر حاجة مكتوبة صح؟ لنفس الH1، بس مين اللي ليه أولوية أكبر؟ الID، فهو راح نفّذ الID برضه، ما نفّذش الH1. تمام. فيما بعد بقى لو الاتنين من نفس النوع، على سبيل المثال أنا هنا كاتب ID تمام، ورُحت هنا عملت نفس الID هو، ماشي، بس sorry، بس هنا خلّيته red وفوق مخلّيه blue، فده هو نفس الID هينفّذ أنهي؟ هينفّذ الred، هينفّذ آخر حاجة كانت اتكتبت عندي. تمام. لو الاتنين من نفس النوع، يعني الاتنين paragraph أو الاتنين ID أو الاتنين class وبنفس الاسم، فآخر design أنت كاتبه أو آخر تصميم أنت عامله هو اللي هيتنفّذ مش الأول. لكن لو ال3 مختلفين الpriority الأعلى هو اللي بيتنفّذ. يعني لو عندي head وده كID ونفس الhead بس class والH1 دوّة الtag بتاعهم، فهو هينفّذ الأعلى أولوية ليهم اللي هو الID، ما لقيش الID هينفّذ الclass، ما لقيش class هيروح ينفّذ الtag. بس يبقى إحنا كده عرفنا ال3 أنواع اللي هم بتوع الselector المهمين. في نوع تاني بس ده هنقوله قدّام، اللي أنا أقدر أنادي أكتر من selector. يعني أنا لو عندي هنا ممكن نشرحه دلوقتي بالمرّة. أنا عندي H1 ممكن أقول H2 وبعد كده H3، ماشي، وهنا مثلًا هاخلّيها welcome وهنا welcome، ماشي،
فأنا هنا هاروح ماسح بس الID ده خلاص مش عايز أستخدم ID، وأروح ماسح ده. بس إحنا ممكن نعمل كده عشان برضه تشوفوا الresult بتاعتك كده، ماشي. فأنا دلوقتي أنا عايز أنادم على الH1 والH2 والH3 في حاجة اسمها multiple selectors، يعني أنا أقدر أنادم على أكتر من selector في نفس الوقت، تمام؟ أنا دلوقتي عايز أنادم على الH1 صح؟ بعد كده تاجة الH2 أنادم عليها إزاي؟ باعمل فاصلة بعد كده H2 بعد كده باعمل فاصلة H3، فأنا كده ندمت على H1 و2 و3 مرة واحدة، واديتهم الcolor blue، فهما التلاتة اتنفذوا مرة واحدة. يبقى دول ال4 أنواع دول هما المهمين يعني واللي بنستخدمهم كتير. أول نوع اللي هو الtag selector اللي أنا أقدر أنادم باسم الtag، بعد كده ممكن أنادم بأكتر من multiple tag selector زي كده، بعد كده الclass selector اللي أنا أقدر أنادم باسم الclass، والID selector اللي هو أنا أقدر أنادم باسم الID. بس ده كان الintro بتاعنا، أتمنى نكونوا فهمتوا، وأشوفكم في فيديو جديد.